يا مساء الخير على احلى متابعين لقناه الفرن الابداع. النهارده عامل لكم كب كيك جميل جدا بيحبوا الاطفال، وبما اننا داخلين خلاص على المدارس كل سنه وانتم طيبين، فاولادنا بيحبوا دايما الحاجات الحلوه دي وبيشتروها بالغالي. فانتي بكميه بسيطه من المكونات هتعملوا كميات كبيره من الكب كيك، هتكفيهم كام يوم. يعني ممكن تعملوا الكب كيك ده يقعد معاكم بالاسبوع، بس حطوه في التلاجة. وكمان حاطين فيه من تحت الاوريو او البديل بتاعه. على طول بينا على المقادير. اول حاجه انا هعمل 4 بيضات. انا الاربع بيضات دي بيطلعوا لي كميه كبيره، يعني دول عملت منهم كب كيك وكملت عملت كيكات تانية. حطيت كوبايه من السكر ورشه من الفانيليا، وهبدا ان انا اضرب المكونات حلو. انا عملت منه كمان الانجليش كيك، وعملت القشطوطه اللي هنزلها لكم في مره تانية. فالكميه دي طلعت معايا شويه حلوين يعني. بعد ما ضربتهم ووصلوا للمرحله دي بنزل كوبايه الا ربع زيت على سمنه، او زيت على زبده، او زبده بس، او زيت بس، يعني المتوفر عندك. المهم كوبايه الا ربع منها. هبدا ان انا اضربها تاني. انا كمان حطيت معلقه من الخل علشان خاطر الزفره بتاعه البيض. حطيت كمان كوبايه من الزبادي، دي اختياري، بس انا بحسها انها بتزود القيمه الغذائيه وبتطري معايا الكيكه. بفضل اضرب كل المكونات بالطريقه دي لغايه لما يبقى معايا هش ويدخل فيه الهواء حلو ولونه يفتح. انا حطيت دلوقتي المعلقه زي ما قلت لكم من الخل. هبدا ان انا احط كوبايتين ونص من الدقيق ونص كوبايه من النشا. النشا بيديله لون فاتح وكمان بيخليه هش من جوه. وحطيت ظرف كامل من البيكنج باودر او المحسن كيك اللي موجود عندكم. يعني لازم يتنخل حلو عشان خاطر يدخل كميه الهواء الحلوه اللي بتخليه من جوه فيه فراغات. انا حطيت دلوقتي الكيك الدقيق، وبعدين حطيت دلوقتي اهو النشا بالمضرب البيض. يعني مجرد بس ما يروح الدقيق من معايا ما يبقاش باين، يبقى كله خليط متجانس. هبطل ضرب، يعني متضربوش كتير. وبالراحه برضو عشان خاطر الهواء اللي دخل جوه البيض والمكونات اللي عندي ما تطلعش. انا مجرد بس ما تجانس هشيله، وهبدا ان انا اقلب بايدي. انا كنت حاطه يعني كوبايتين الاول من الدقيق، ودلوقتي حطيت نص كوبايه اللي قلت لكم عليها، وحطيت نص كوبايه من اللبن المغلي. اللبن المغلي يا جماعه ما تخافوش منه خالص، بالعكس بيبقى حلو جدا في الكيكه عن تجربه يعني. بس بتحطوهم اخر حاجه، يعني بحط واقلب تقلبتين وخلاص. بالنسبه بقى للقوالب اللي عندي، انا عندي القالب بتاع الكب كيك حطيت فيه ورق زبده، وحطيت فيه واحده اللي هو بديل الاوريو، وبعد كده ببدا ان انا اصب المكونات عندي. في الجزء التاني حطيت نصه، حطيت حته من الشوكليت، وبعدين بحط الجزء التاني من الكيكه. المهم ان ما تزودوش عن 3/4 الورقه اللي عندي، علشان خاطر لسه هيتنفخ طبعا في الفرن، ما يطلعش بره قوي. انتوا تلاحظوا انه الكميتين اللي هتحطوهم يا دوبك يملوا 3/4. حطيته في درجه حراره 180. طبعا كنت مسخنه الفرن وطلعته بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ما خدش معايا حوالي 15 دقيقه او حسب الفرن اللي عندك. طالع زي ما انتوا شايفينه حلو قوي وهش، ريحته حلوه جدا. وزي ما انتوا شايفين لما بتفتحوه من جوه بتلاقوا البديل الاوريو من تحت. فالعيال بتفرح جدا، الاطفال اللي عندي واللي عندكم هيحبوه قوي. اتمنى تجربوا الوصفه، بيبقى حلو كمان في اللانش بوكس معاهم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. تابعوني في سلسله لانش بوكس المدارس، هتلاقوني بقدم لكم حاجات مفيده. قدمنا مافن الجبنه، وقدمنا دلوقتي الكب كيك، وهنقدم لانشون وحاجات كتير.